كده حبايبي هنبدأ بقى ان شاء الله. جبت نص كيلو دقيق بسبوسة، واحط عليه كوباية سكر، وبعدين هنحط جوزة الهند. جوزة الهند حسب امكانياتك، عايز تحطي معلقتين حطي، عايز تحطي نص الكوباية جوزة الهند حطي. اقلب الخليط كله مع بعضه، احط برضو معلقة بيكنج باودر صغيرة عشان دي بتبقى خلي البسبوسة هشة متبقاش مكتومة. وبحط عليها كيسين فانيليا، عندي كيس واحد حطي عشان بس يديها نكهة حلوة. اقلب كل ده مع بعضه، وبعد كده ابدا احط بقيه المقادير اللي باقيه. عندك سمنه حطي سمنه نص كوبايه، عندك زيت وسمنه اخلطي الاتنين مع بعضهم هتبقى برضو طعمها حلو. عايزه تحطي زيت برضو حطي، بس هي بتبقى افضل بالسمنه، السمنه بتخلي طعمها حلو. بقى هحط الكيسين بقى اللي هو البيكنج باودر اللي هو الفانيليا، واقلبهم مع الخليط بتاعنا المقادير الدافه كلها مع بعضها. بعد كده هحط بقى عندي اللبن واحط الزبادي، برضو عندك علبتين زبادي حطيهم على نص كيلو. عايزه تحطي نص كوبايه لبن وعلبه زبادي ماشي، مفيش مشاكل، بنستخدم كل الامكانيات الموجوده عندنا. كده هحط الاول السمنه، وابدا اخلط الخليط بتاعي كويس، اشبعها ابسها كده بقى بالسمنه بتاعتها زي ما بعمل مع الكعك. اخلطها جامد جامد بالسمنه اللي فيها او الزيت والسمنه لحد ما يشبع بالسمنه بتاعته. بعد كده هبدأ بقى احط نص كوباية اللبن، واحط علبة الزبادي برضو، وافضل اعجن فيها كويس قوي، اخلطها بخلط جامد اللي هو المقادير بتاعتي لحد ما يتكون عندي عجينة. عجينة تكون مش سايلة ولا تكون متماسكة، عجينة حلوة كده. بعد كده خلاص كده انا قلبت السمنة اهوت، بقت عاملة زي عندي الكسكسي بيبقى مش شبع اهو بالسمنة خالص. هبدأ بقى احط اللبن واحط الزبادي عليه. هي نص كوبايه بس كفايه، نص كوبايه لبن وكوبايه الزبادي، ما فيش زي ما انا قلت لكم هنحط كوبايتين الزبادي عليه. بعد كده بخلطهم طبعا ببعضهم، وبعد كده ابدا اعجنه. بعد خلاص ما حطيتهم بقى واقلبهم مع بعضهم، هبدا بقى اجهز الصينيه بتاعتي. الصينيه بتاعتي ادهنها، عندي معلقه سمنه بلدي اروح حطاها وفردها كويس في الصينيه بتاعت البسبوسه عشان ما تلزقش منك في الصينيه. في نسيت كمان معلقتين اللي هما العسل، معلقتين عسل نحل. ما عندكيش عسل نحل عشان بيدي قوام حلو قوي للبسبوسه، ما كانش في عسل نحل عندك معلقه عسل كلوكوز. ما فيش عسل كلوكوز ممكن نحط عليه، لو انا عندي شربات موجوده، عندي الشربات بتاع الكنافه ممكن احط برضو معلقه او معلقتين شربات الكنافه. الصينيه بتاعتي جهزتها اهوت، وهبدا احط فيها معلقه السمنه زي ما انا قلت لكم، وبعد كده ابدا افردها في هبدا افرد العجينه بتاعت البسبوسه في الصينيه عشان ما تلزقش. خلاص كده حطيت البسبوسه في قلب الصينيه اللي بتاعت اللي قصدي السمنه في الصينيه. هروح صبه بقى العجينه بتاعتي، وافردها بطاطها بايدي كده كويس، افردها في كلها يبقى متساويه، ما يبقاش في حته عاليه وحته واطيه. وبص العجينه بتاعتها شكلها عامل ازاي. افردها وابططها بايدي، افردها كويس جدا. وبعد ما افردها ابدا اهبد في الصينيه كده عشان لو فيها هواء متخلخل فيها زي ما بنعمل في الكيك. ابدا بقى اهبد على الصينيه بتاعتي شويه كده بعد ما افردها. وبعد كده بقى عندك اي زواق عايزه تزوقي بيه البسبوسه تزوقي، اي مكسرات عندك عايزاها ساده زي ما انت بتحبيها، عايزاها ساده اعمليها ساده، عايزاها تحطي عليها مكسرات، عندك شويه مكسرات تحطيهم عليها حطي عليها مكسرات. كل واحد على حسب ذوقه وعلى حسب ما هو بيحب. ماشي يا حبايبي معايا؟ اللي يوصل بقى معايا في الفيديو لحد ده واحنا واقفين كده يعمل لايك وشير ويدعمنا.
عشان يوصل كل جديد. وما تنسوش اهم شيء من اللايك، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. فكده انا فردتها خلاص اهيت. هبدا بقى ايه اهبد عليها زي ما بقول لكم عشان ايه يخرج الهواء اللي فيها. وبعد كده ابدا ازوقها بقى بالايه بالمكسرات اللي عندي. انا كان عندي شويه بندق من بتوع رمضان برضو، وشويه مكسرات كده وجوز الهند والذي منه. فروحت ايه طلعته وقلت ازوق بيها ايه البسبوسه. وكل واحد بقى على حسب امكانياته، عايزاها ساده اعملها ساده. فجبت حبه اللي هو البندق، وهبدا ازوق بيهم حالا ايه الصينيه بتاعتي. شفت بقى الصينيه كده خلاص اتظبطت، ما عادش فيها اي حاجه، جاهزه انها تخش الفرن. مولعه الفرن على 180 درجه قبلها ب10 دقايق كده. خلاص انا زودت الصينيه بتاعتي اهوت. وبعد كده هبدا بقى احطها ايه في الفرن بتاعي اللي انا مجهزاه قبلها. هتشوفوا بقى الصينيه بعد ما تدخلها الفرن بتقعد حوالي تلت ساعه او ربع ساعه. اول وشها ما يحمر كده الحمار اللي انت حباه وتحسي انها استوت، هنبدا بقى نطلعها ايه من الفرن. هوريها لكم حالا ان شاء الله بعد ما تخرج ايه الصينيه من الفرن. وان شاء الله تعملوا بالطريقه بتاعتنا ديت وهتعجبكم جدا، وتقولنا ايه رايكم في التعليقات. كده خلصت جهزتها. هبدا بقى ايه احطها في الفرن. كده يا حبايبي الصينيه طلعتها من الفرن، وانا كنت مجهزه شربات كوبايتين ميه عليهم كوبايه ونص سكر، كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه. والصينيه شفتوا لونها عامل ازاي، اللون الذهبي الجميل. وبصي الشربات وهو بيتحط على صينيه البسبوسه، لما تكون البسبوسه بتاعتك حلوه ومظبوطه الشربات البسبوسه تشرب. هي عماله تشرب الشربات اهي، فده معناه ان ايه البسبوسه بتاعتك ناجحه. لو الشربات ما شربش يبقى البسبوسه مش حلوه وبتلاقيها ناشفه ومش حلوه. كده شربات بفضل الله الحمد لله بايه بتشربها الصينيه بتاعت البسبوسه اهي. احط كده، وبعد كده ان شاء رب العالمين نشوفها بعد ما تتشبع وتشرب بالشربات بتاعها. هتشوفوا بقى الشربات الكنافه شكلها ايه. كده حبايبي الشربات خلاص اتشرب. جبت حبه جوز الهند وزوقتي بالصينيه مع المكسرات بتاعتنا، وطلعت خطيره والطعم بتاعها روعه. هطلع لكم قطعه اهوت وهوريها لكم. البسبوسه بص شكلها عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله زي الفل، وناعمه وجميله جدا. ان شاء الله يا رب تجربوا الطريقه بتاعتنا وتعملوها. متنسوناش من اللايك والشير. والسلام عليكم.